الوصفة دي هتجربوها وإن شاء الله هتدعوا لي بجد دعوة من قلبكم. لما تجربوا الوصفة دي للقضاء على الذباب مش هيدخل البيت تاني. صحيح هو مش هيموت ولا هتشوفيه واقع في الأرض ولا أي حاجة، هو مش هيهوب ناحية البيت نهائي نهائي. تمام. بس محتاجة منكم دعوة حلوة، وكمان متنسوش اللايك وتشيروا الوصفة للجميع على قد ما تقدري علشان يستفادوا من الوصفة. كمان الملاحظة إنه لما هنعملها في البرطمان ده هنسيبه مفتوح كده، مش هنغطيه. تمام. يا ريت كل الملاحظات كده. تابعوا معايا الفيديو. كمان اثناء ما احنا بنستخدم الوصفه دي هتلاقيها بتقل. تمام. علشان فيها مكون هو بيفر زي الكحول. تمام. فانتي ما تقلقيش لو لقيتيها بتقل، كل ما تقل ممكن تزودي المكونات عليها تاني. ملاحظة تانية، لازم كمان الأطفال ما تكونش الوصفة قريبة من الأطفال نهائي، لأن ممنوع الأطفال تروح ناحيتها أو تفتكرها عصير وتشرب منها أو إنها تلعب فيها. تمام. هي المكونات مش صعبة أوي، بس لما الحاجة دي تتشرب أو لو لا قدر الله الأولاد شربوا منها أو كده، لأ غلط، لازم نروح للدكتور فورا. فانت لازم مؤكد الوصفة دي تكون بعيدة عن الأطفال تماما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حلوين؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهاردة هنعمل مع بعض وصفة علشان نقضي بيها على الذباب تماما تماما تماما. يعني ايه؟ هتودعي بجد الذباب، مش هتشوفيه تاني خالص. اللي انتوا شايفينه ده يعني مش عاوزة اقول لكم هو سحر، بس عاوزين نتفق انه الخلطة دي اللي هنعملها للذباب بس، لا للناموس ولا لأي حشرات تانية ولا صراصير ولا نمل ولا الكلام ده كله، للذباب فقط لا غير. بس من دلوقتي ورايح مش هتلاقي ومش هتشوفي ذباب في بيتك تاني ابدا. 3 مكونات موجودين في مطبخنا، هنعمل اجدع خلطة للذباب، يعني تنافس كل المنتجات اللي احنا بنشتريها سواء من الصيدلية او السوبر ماركت. مش هقول لكم بقى، تعالوا نشوفوا. دي انا الخلطة دي عاملاها بقالي تقريبا اكتر من 10 ايام. عايزة اقول لكم كانت مالية لغاية هنا. هي قلت، معرفش قلت ليه، المهم ان هي قلت كده وانا حطاها في مكان واحد. الذباب ما دخلش بيتي تاني خالص، افتح شبابيك افتح بلكونة مفيش ذباب خالص. يلا استعدي تجربي الوصفة دي. هي وصفة انا شفتها في قناة على الانستجرام، هي لبنانية. بجد يا جماعة من اول ما سمعت الوصفة بصراحة يعني ايه ما اخدتش بالي اسم القناة ايه ولا مين اللي قدم الوصفة. جريت اخدت الحاجة يعني ماشي، اخدت المكونات وجريت بيها، رحت عملتها وكده وقلت هجرب. فعايزة اقول لكم انا بقالي 10 ايام في التجربة دي وما شاء الله اللهم بارك. انا مش هقول لكم على وصفة ولا اخسركم على في حاجة غير لما اكون واثقة 100% ان الوصفة دي ممتازة، سواء وصفات الاكل او وصفات الحلويات او وصفات المطبخ والحاجات التنظيف والحاجات دي كلها. مش هقول لكم على حاجة غير لما تكون مظبوطة 100%. تمام. يلا بينا نشوف مقادير وصفتنا ايه. بس قبل ما نبدأ في الوصفة بتاعتنا هنصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. ويلا بينا نشوف مقاديرنا. طبعا زي ما قلت لكم دول انا مجرباهم من 10 ايام اهو. كنت عاملاها وحطاها في مكان والذباب بطل يجي خالص خالص خالص. تمام. هجيب برطمان تاني اهو جديد وهنبدأ فيه وصفتنا. اول حاجة عندي هنا معايا خل. ده خل ابيض. تمام. هاخد منه مقدار كوبايه، نص كوبايه، براحتك خالص زي ما انت عاوزه. قد ايه جربيها وان شاء الله هتدعيلي. ما تنسيش كمان تشيري الوصفه بقى لاصحابك وحبايبك واخواتك علشان يستفادوا معانا من الوصفه. وما تنسيش اللايك، الوصفه دي عايزه لايكات كتير قوي 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 علشان نوصلها لناس كتير. اكيد مع دخلة الصيف بتعاني من الذباب. فانا هاخد المقدار ده كده اهو، زي كوبايه، حوالي كوبايه كده من الخل الابيض. ده خل ابيض اهو، خل طبيعي. تمام. اي نوع خل عندك تاخدي منه كده مقدار وتحطيه في البرطمان زي كده، او عندك كوبايه، علبه، اي حاجه، علبه بلاستيك، علبه ازاز، براحتك خالص. تاني مكون معايا هجيب اي صابون سائل. تمام. اي صابون سائل بتاع المواعين عندك. تمام. هاخد منه المقدار ده برضه، شايفين قد مقدار الخل تقريبا.
تمام. بس كده تمام. ادينا عندنا مكونين هندوبهم كويس كده مع بعض. لغايه الخل من وصابون السائل يختلطوا كويس جدا مع بعض. انا مش عاوزه رغوه ولا حاجه، انا عاوزه بس الصابون مع الخل يختلطوا كويس جدا، يبقوا حاجه واحده كده. زي ما انتوا شايفينه في الاول كان منفصل، لا انا مش عاوزاه منفصل. بس كده اهو. هنشوف المكون الثالث. عندي هنا معلقه كده من السكر العادي بتاعنا بتاع الشاي. هضيف كده معلقه. تمام. ونبدا ونقلب لغايه السكر بتاعنا ما يدوب كويس جدا. شايفين لونه اتغير شويه. ها، بعد ما نقلب كده هنعمل ايه؟ هنشربه. لا يا جماعه مش هنشربه طبعا. تمام. بس كده اهم حاجه الخلطه دي تبقى بعيد خالص عن الاطفال، تبعديها تماما عن الاطفال. تحطيها على حاجه عاليه، تحطيها في مكان ما يشوفوش فيه الاطفال الوصفه دي او الكوبايات دي. عندك بصي انا حطيتهم زي ما انتم شايفين كده في البرطمان، حطيتهم في مكان قريب من بلكونه بتجيب لي ذباب، فما جاش تاني خلاص كده. ما اضطريتش ان انا هوزعهم. عندك كوبايات صغيره زي دي، تمام، ممكن نوزع فيهم الخليط. تمام كده. في كل كوبايه تحط شويه. تمام. وايه، وتحطي هنا واحده عند البلكونه، هنا على السفره مثلا، او على اي حاجه ترابيزه على جنب، هنا واحده في المطبخ مثلا، واحده مش عارفه فين. توزعيهم زي ما انت عاوزه. مش هتلاقي حاجه اسمها ذباب تماما. انا بقول لك اهو بجد والله جربي الوصفه دي. انا ما قلتلكوش عليها غير لما جربتها بالفعل علشان اشوفها ناجحه ولا لا. بدل ما اخلط خل على صابون سائل والصابون يضيع والخل يضيع ومش هعرف استخدمه. على فكره ممكن ارجع استخدمه واغسل بيه المواعين عادي جدا، لان نفس المكونات دي عادي احنا موجوده في غسيل في صابون غسيل الاطباق. تمام. فانت عادي تقدري تستخدمي، لكن بس هقولك الوصفه دي ممتازه للذباب، بس للذباب بس. يعني مش هنستخدمه لا تقولي لي ناموس ولا نمل ولا الكلام ده، لا خالص. هو ده للذباب زي ما هي كده، تحطيها في مكان ما فيش الذباب. مش عندي شباك، عندي بلكونه، الذباب مش هيدخل لك تاني ابدا. جربوا الوصفه وقولوا لي ايه رايكم. ما تنسوش اللايك، الوصفه عايزه لايكات كتير كتير كتير. تمام. شوفوا الوصفه دي جربوها وارجعوا قولوا لي في الكومنتات. ما تنسوش ترجعوا تقولوا لي، ما تنسوش اللايك. أشوفكم على خير إن شاء الله في وصفة جديدة. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.